بتبدأ حكايتنا بهاري اللي بيكلم مراته بيقول لها انه هيتأخر وبيقول لها ما تستنوش على العشاء، وبيقفل معاها وبنشوفه بيجهز هو وفريقه عشان ينفذوا المهمة، وبنعرف ان المهمة هي خطف تاجر سلاح. بيطلع هاري جهاز بيطلع ليزر للكاميرا بيساعد جيب يخترق الكاميرات، وبعدها بيطلع العميل لوسر جهاز بيقطع بيه البوابة وبيطلع هاري منظار عشان يعرف عدد الحراس وأماكنهم. بنروح لبيت هاري وبتقول هيلين إن أبوهم مش هيجي وإنهم هياكلوا من غيره، وبصراحة يا جماعة أنا بدأت أسمب على البت دي، بنتها طبعا مش هي. بيدخل فريق هاري البيت وبيتوجهوا لمكتب تاجر السلاح وبيقول لهم جيب قبل ما يدخلوا ان اي صوت اعلى من الطبيعي هيتكشفوا. البنت اللي مع هاري بتدخل وبتشغل جهاز بيطلع سهم مخدر بيسيب الهدف، بس لسه بيبقى ملمش فبيخبط الترابيزه وبيعمل صوت عالي، بس ما بيتكشفوش وبيجهزوا نفسهم عشان يخرجوا. بيروح لوسر يهكر جهاز الامن فبيدخل حارس من الحراس وبيهاجموا هاري وبيخنقوا بالمخده لحد ما يغمى عليه، بس بيخبط الترابيزه ففي كره صغيره وبتقع وبتعمل صوت وبيتكشفوا. بيقول لهم جيب ان في 3 حراس جايين عندهم، فبيستخدم هاري جهاز وبيقطع مقطوره العربيه وبيضرب عليها رصاص وبتنفجر في الحراس. بيوصل هاري بيته وبياخد الهدايا المزيفة عشان عيلته ما تعرفش انه جاسوس، وبيدخل بيته وبيدي الهدايا لعيلته وبتاخد هيلين الأولاد المدرسة. وبتتكلم دانا في العربية عن ان الهدايا ما عجبتهاش وبتوصله من المدرسة وبتمشي. في نص الطريق بتقف وبعد كده بتسوق بسرعة كبيرة وتقول لصاحبتها عن اللي عملته، وبتتكلم معاها عن انها مخنوقة من حياتها المملة وعن ان زوجها بيهملها كتير، فبتقول لها انه بيخونها في الشركة اللي بيشتغل فيها هاري. بيدخل الاسانسير وبيضغط على بعض الازرار فبتظهر شاشه وبيحط ايده عليها وبتظهر حاجه بتمسح عينه، وبيدخل مكتب المديره وبيسالها هاري ايه اللي بيملكه تاجر سلاح عشان يتجمع عنده كل مجرم دولي، فبتقول له ان هي قاعده عسكريه انفجرت عن طريق جهاز بيفجر المعادن عن بعد، وبتقول ان تاجر السلاح واسمه راند مجرد وسيط، وتقول له خليك مستعد. بيعمل هاري حفلة وبيتكلم شوية مع مدير هيلين. بيجي جيبه وبيقول له ان راند تاجر السلاح باع واحد من الاسلحه دي اللي اتكلمنا عليها من شويه، وبيقول له ان هم هيروحوا باريس وهيجيبوا السلاح. فبتيجي هيلين وبتاخد هاري على جنب وبتتكلم معاه عن سفره الدائم، فبيضطر يقول لها انه هياخدها على باريس، فبيلوموا جيب على ده بس بيوافق في الاخر. بيوصلوا لباريس وبيطلعوا اوضتهم وبيسيبها هاري وبينزل، وبيقول جيب ان اللي معاه السلاح هيقابل حد عشان يديهوله واحنا هنخش ناخد السلاح قدامنا ساعة. فبيقول له هاري خليها 45 دقيقة عشان هجيب ورد لمراتي. بيدخل اللي مع السلاح الاسانسير وبينزل هاري عليه من السقف وبيضربه وبياخد الشنطه اللي فيها السلاح وبيطلعوا فوق السقف وبتخلص المهمه. بيروح هاري عشان يحجز مكان في مطعم بس بيبقى فيه ناس قبله، فبيجي موظف استقبال تاني وبينادي عليه، فبيروح هاري وبيحجز مكان في مطعم رومانسي. بيروح هاري وهيلين المطعم وبيقضوا وقت حلو، بس هاري بيلاحظ ناس غريبة بتقرب فبيشغل الساعة بتاعته وبيعرف ان في 3 منهم، فبيمسك ازازة الخمرة وبيضرب واحد بيها وبياخد هيلين وبيجري وبيمسك واحد وبيخنقه، وهيلين بتضربه بوكس وبيستغرب هاري ازاي عملت كده، وبينطوا من الازاز وبيطلعوا بره وبتسأله عملت كده ازاي، فبيقول لها من تدريب التايكوندو اللي راحوا مع دانا بنتهم. فبيسألها ازاي ضربت الراجل جوه، فبتقول من فيديو تمرينات. فالرصاص اللي مع هاري بيخلص وبيمسكوهم. ففريق هاري بيعرف مكانه عن طريق الساعة بتاعته، وبيقولوا إن في حد دخل الفندق وانتحل شخصية موظف في الفندق. بنروح بيت هاري وبتقول دانا إنها هتخرج مع صاحبها رايلي، بس الباب بيخبط وبتيجي جارتهم وبتقول إن هاري وصاها عليهم وبتدخل. بنروح لهاري وهيلين وبتقول هيلين إنهم لازم يتفاوضوا معاهم، وبيدخل واحد وبيطلع موظف الاستقبال اللي حجز في مطعم لهاري، فبيقول له عاوز ايه، فبيسأله عن اصحابه في اوميجا سيكتور من المنظمة بتاعت هاري وان هما يدوله السلاح، ولما بينكر هاري انه يعرف هو بيتكلم عن ايه بيضربه وبيقول ان هو هيقتل مراته، فبيقول هاري انها رئيسة المنظمة عشان ينقذها، فبيقول لرجالته يجهزوا الطيارة عشان هيمشي. بيعترف هاري لمراته على انه جاسوس، وبيقول لها ان شركته بتبيع الاجهزة كواجهة مزيفة لمنظمة سرية، وبيقول لها انه اتجند عام 1998، وبتقول له ان عيالهم في خطر، بس بيقول لها ان المنظمة بتحميهم وان جارتهم عميلة سرية محترفة وهي دلوقتي بتحميهم كويس. خايفة ان البنت دي تيجي في وسط المسلسل وتموت، انا ما اقدرش اعيش من غيرها. بنروح لبيت هاري بتوري جارتهم سامرز صور القطط لدانا وجيكي، وبعد ما بياكلوا ويمشوا بتفتح الحنفية وبتكلم الفريق بتاعها وبتقول ان الاطفال بامان. بنروح لفريق هاري اللي بيوصل لمكانه وبيجهزوا نفسهم عشان يدخلوا. بيجي حراس عشان ياخدوا هاري، فبتعرف هيلين ان في واحد منهم رجله مصابه، فبيضربوا هاري في رجله وبتخنقه هيلين برجلها، وهاري بيضرب التاني وبيقول لها انه هيسرق الطياره، وبيربطوا الحراس وبينتحل هاري شخصيه واحد منهم وبياخد هيلين للطياره، ولما بينادي عليه راجل العصابه بياخد هيلين وبيركبوا الطياره بسرعه.
وبيقع الطيار وفريقه بيضربوا نار على العصابة. الراجل اللي خدع هاري بينط يمسك في الطيارة وبيقول هاري لهيلين انها توقعه وبتكون هتقع، بس بيساعدها هاري تطلع وبياخد الطيارة وبيمشي. وبياخد هاري هيلين للشركة اللي بيشتغل فيها وبيدخلوا الأوضة. بيقف هاري في جهاز بيفحصه وبيقول لهيلين تقف في النص. وبعدها بيقابلوا مديرة أوميجا سيكتور وتقول لهيلين بما إن هي عرفت بوجودهم هيدربوها ويجندوها معاهم. ولما بترفض بيقول لها هاري ده لحمايتك وحماية عيلتنا، فبتوافق. بيرجعوا لبيتهم وبيقول جيب اتصرفوا على طبيعتهم وتحس الموزة دانا ان في حاجة غلط. دخلوا بيتهم وبيحضنوا اولادهم وبتنتهي حلقتنا على كده. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام. ومحدش يسألني انت بتقول لي على البت هيلين وهي اسمها هيلين عشان كيفي كده.